ازيكم عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ وحشتوني. نصلي على سيدنا الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يلا بينا نعمل بقى احلى مكرونه. هي مكرونه بالصدق. زي ما احنا عارفين، هنسيب الميه بتاعتنا تغلي، هننزل برشه الملح ومعلقه الزيت الكبيره علشان المكرونه بتاعتنا تبقى مفرفره وحلوه، وهننزل بالمكرونه علشان تتسلق زي ما انتوا شايفين بالطريقه اللي انا هنزلها بيها كده. هنديها بقى تقليبة ونسيبها لغاية لما تتسلق. وطبعا كلنا بنعرف نسلق المكرونة. وبعد كده ناخدوها ونحطوها في مصفى ونشطفوها كويس جدا عشان تنزل النشا اللي فيها. ونشوف بقى هنعمله بقية المكرونة وصلصتها ازاي. احنا هنا خدنا المكرونة وشطفناها ونسيبوها بقى تتصفى على جنب. نشوف هنعمل ايه تاني. انا عندي طماطمتين مضروبين في الخلاط، وعندي زي 3 معالق صلصة. هنحط حلتنا بقى كده على البوتاجاز، وهننزل بالطماطم على طول من غير صلصة من غير ولا زيت ولا سمنة ولا حاجة. وهننزل بالصلصة على الطماطم ونسيبها تتسبك بالراحة بقى كده على نار هادية. بعد ما تتسبك صلصتنا تعالى نشوف هنعمل ايه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. احنا هنسيب الصلصة بتاعتنا على عين تانية تتسبك، ونقوم جايين حاطين شوية زيت صغيرين وعليهم بصلاية كبيرة أو بصلتين متوسطين، ونحمروها بالطريقة ديت. زي ما انتوا شايفين كده هنبتدي ان احنا نحمر البصلة بتاعتنا لغاية لما تاخد اللون البامبي. وبعد كده ننزل بالصدق بتاعنا ده عليها، وبرضه هنديها تشويحة كده حلوة لغاية لما الصدق بتاعنا يدخل في السوا شوية زي ما انتوا شايفين كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عندي قرن فلفل كوبي، مرضتش اعملها حراقة علشان خاطر ولادي، فنزلت بقرن فلفل كوبي كبير. وهنبتدي برضو نكمل التحمير بتاعنا مع الصدوق. لو عايزة تعمليها حرة أو حراقة هتنزلي بقرن فلفل حراق معاها أو شوية شطة. مش عايزة خلاص، ده حسب الرغبة وحسب الذوق، ذوقيات، في ناس بتحب الحراق وفي ناس ما بتحبوش. زي ما انتوا شايفين كده عطيناهم بقى تشويحة كلهم مع بعض. بعد كده هنزل بالصلصة بتاعتي، وانا قبل ما انزل بالصلصة بتاعتي زودتها كوباية مية زي ما انتوا شايفين كده. وهنسيبها بقى ايه تاخد وتدي بقى مع بعض تتسبك كده حلو. الصدق مع الفلفل مع البصلة والصلصة. هنسيب الصلصة تتسبك بيهم وتدي غلوة، ونشوف هنعمل ايه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنزل بالمكرونة بتاعتنا على الصلصة، وطبعا ما ننسيش هنحط البهارات بتاعتنا، فلفل أسمر، رشة كمون، الملح بتاعنا حسب الذوق وحسب ما انتي تحبي. زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي هننزل بالمكرونة بتاعتنا ونديها بقى تقليبة المكونات بتاعتنا كلها مع بعض. زي ما انتوا شايفين كده هوطي عليها النار. لو انتوا شايفين ان الصلصة خفيفة هتزودوها معلقتين صلصة كمان. لو شايفينها حلوة لونها حلو خلاص. وزي ما انتوا شايفين ادينا غرفناها، ريحتها روعة وطعمها روعة. يا رب الفيديو يكون خفيف عليكم وتكون سهلة وبسيطة، أكلة سهلة وبسيطة. ما تنسوش تدعموا القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. وبالهنا والشفا.